اهلا بك صديقي العزيز في التمبلت اللي هنستخدمه رسميا في الكورس اللي هنشرحه. وان كان احنا هنعدي على كل حاجه في الكورس ده، بس بما اننا في البدايه وانا بعت لك التمبلت يمكن تكون انت عايز تستخدمه دلوقتي، انت عندك خبره عايز تلعب فيه تجرب الدنيا تشوف عامله ازاي، فهحط لك التمبلت وتعالى اقول لك بس سريعا هيبقى فيه ايه. مبدئيا اول ما تدخل على التمبلت هتلاقي فيه الحكايه ديت اللي هي العلامتين دول مربعين دبليكيت، بتدوس عليها عشان يبقى التمبلت بتاعك انت، لان اللينك اللي معاك دوت اللينك اللي موجود مع كل الاصدقاء اللي هو دوت تبع التمبلت الاساسي، فانت بتدوس على دبليكيت عشان تنسخه في نوشن بتاعك انت، فيبقى بتاعك انت لوحدك بقى، تعمل تعديلاتك تعمل اللي انت عايزه، هيقول لك تضيفه في انهي مكان وتختار بعد كده اد تو برايفت، خلاص بقى بتاعك انت، محدش ليه صلاحيه عليه، محدش عارف اي حاجه، وانطلق وكمل فيه براحتك خالص. هنا انا هحط لك الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي حاليا، اول ما اخلصه هحطه لك هنا في الخانه ديت بحيث ان انت تتفرج عليه وتشوف تعرف تعدل الدنيا ازاي. اول ما تنزل في التمبلت عباره عن ايه؟ في هنا الهابت اللي انت عايز تعمل فيها اي حاجه، عايز تعدلها عايز تغيرها تمسح اي حاجه عدل براحتك. طبعا بالتفصيل الممل في الكورس هنشرح ازاي بنعدل ازاي بنلعب في الداتابيسز، كل الحاجات دي جايه في الكورس قدام. فيعني لو في حاجات مش عارفها عديها دلوقتي. بس انا نظم لك التمبلت. طبعا هو التمبلت يعني ده التمبلت بتاعك، التمبلت تبعي انا هو في حاجات كتير بس يعني هي حاجات انا بنيها ليا. فانا اقول لك ايه اهم الحاجات اللي هنا. الاوتوميتد تو دو ليست قويه جدا جباره جدا، يعني ممكن تقلب فيها تحاول تفهم الفكره بتاعتها ايه. بس الفكره بتاعتها ان لو التاسك انت حطيته النهارده وجات الساعه 12 بالليل وما خلصتوش بيروح تلقائي لمست. لو كنت خلصته يعني مثلا لو حطينا اي تاسك كده اي حاجه تيست مثلا وانت خلصته هتعلم عليه ضن، هيروح الساعه 12 بالليل هيروح للخانه ديت اللي هي خانه الضن، الحاجات اللي خلصت بالتفصيل. لو ما علمتش عليه هيروح لخانه المزد فتعرف ايه الحاجات اللي انت سبتها وهكذا. فدوت هنشرحه برضه بالتفصيل في الكورس ان شاء الله، بس انا قلت هقول لك. في ايه تاني عندك؟ هتلاقي ديت يعني اللايف ويل بينج، كان حاطط لك فيها ديلي تاسكس، حاطط لك فيها حاجات اسلامك كده، كان في بعض الحاجات انا كنت بذاكرها وان كانت مش كامله، مش حاططها كلها كامله، بس فيها بعض الاجزاء للسيره لو عايز تبص عليها يعني. كتب اسلاميه، هو كتاب واحد بس هو القران. وتايم تراكنج لو دخلت عليه، انا لما ابتدي اليوم بتاعي انا بحط التاسكات اللي عندي، بعد كده بقول والله لو انا بدات اليوم من الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا، من كذا كذا هعمل كذا، وبتست بقى يعني ايه هعمل كذا هعمل كذا بلا 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 بلا. انا ببقى حاطط 3 4 ساعات في اليوم، اخر اليوم خلاص بروح معلم عليهم كده كلهم. شكرا جدا عشان اليوم الجديد ابتدي على خير. طيب في ايه تاني؟ قبل ما اقول لك في ايه تاني، لو انت عايز تغير ديت، لو انت عايز تغير مثلا ديلي تاسكس دي صوره، دي صوره بالمناسبه فمش هتعرف تغيرها، فعشان تغيرها تعمل ايه؟ هتطلع حاجه تحت اسمها كانفا لينكس فور، يعني في حاجه اسمها اذرز، ادخل عليها، ده التمبلت بتاع كانفا انا حاطه لك في فري خالص، دوس عليه هيوديك الصفحه دي، دوس على ايديت تمبلت او فيو تمبلت على حسب اللي هتظهر لك، وهيظهر لك اللي موجود بايه، وابتدي اعدل عليها، غير الكلمه ديت من هنا، غير الصوره من هنا، كانفا فيها كل حاجه، عدل براحتك خالص، وبعد ما تعدلها نزلها وارفعها مكان الصوره اللي انت عاوز تغيرها. طب اعمل ده ازاي واغير ازاي يا سباعي؟ احنا قلت لك الكورس اصلا المشروع دوت هنشرح اصلا احنا عاملين التو دو ليست دي بالتفصيل الممل ازاي. طب حاجه قويه جدا حاجه الفاينانس برضو بص عليها ديت، لو عايز تحط الانكم مقسومه انكم واكسبنسز، صرفت كام ويعني جالك كام وصرفت كام، بسيطه جدا ما رضيتش اعقدها لك، هي موضوع بصيط. انا عندي حاطط تعقيده بسيطه بس يعني مش محتاجه انت خالص حاليا، فعايز تعمل انت تعمله تبعك. في حاجه مهمه جدا حاطها لك يعني لله بقى، فاللي هي صناعه المحتوى وتنظيم الفيديوهات دي عندي. بص شكلها عامل ازاي عندي انا تن 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 ده شكلها كده زي ما انت شايف مفيش حاجه. هنا في مثلا لود مور، ديت الفيديوهات بتاعتي، الفيديوهات اللي في الفكره اللي خلصت اللي في السكريبتنج الريدي تو بي ريكوردد وهكذا، دي كلها فيديوهاتي المحتوى بتاعي. فلو انت بتصنع محتوى انا سايب لك دي يعني عدل فيها براحتك، لو دخلت على اي حاجه فيهم هتلاقي مثلا في ايديا سكريبتنج اديتنج على حسب انت الفكره دي خلصت هي في الايديا فبنقلها بعد كده بقت في السكريبتنج تبقى في الريدي تو بي ريكوردد اديتنج هكذا على حسب انت بتعمل ايه. فانا سايبه لك برده يعني انطلق فيه باذن الله. لو بصينا في ايه تاني، في ايه تاني مهم، فاميلي فريندز هتلاقيني شارح الفكره بتاعتها ماشي. ايدياز لو في عندك اي فكره مطرقعه عايز تغير كوكب المريخ وتطلع عليه وتسافر للقمر، فاكتب اللي انا هسافر للقمر تاريخ كذا، النت بس عندي مهنج بس انت وصلك الفكره. يعني مثلا بكره ان شاء الله انا سباعي هطلع القمر مثلا، يعني فبعد بكره هطلع المريخ، اكتب اللي انت عايزه يعني غير العالم براحتك، فباذن الله ربنا يوفقك يعني كل حاجه خير. في بقى بزنس ليرنينج غير دوت، يعني انا عندي حاطط لو رجعنا انا حاطط بعض الحاجات زي بزنس الحاجات اللي بشتغل عليها ليرنينج كورسز الانجليش، حاجات في اللاب تبعي بستخدمها مثلا، في بعض الحاجات الاذرز وهكذا. في ستاك دي كويسه، ستاك دي يعني ايه؟
انا لما ببقى محتاس مش عارف اعمل ايه، قاعد زهقان كده ملان مش عارف ايه الهدف من الحياه، من الذي جاء اولا البيضه ولا الدجاجه، فبروح فاتح ديت بلاقي بعض الحاجات بقول بقى يعني دي حاجات بعملها لمده 10 دقائق. ممكن تقرا قران، قول اذكار، تدبر، تامل خلق الله، اسمع حاجه بس اكتب جزء من المقال، اتفرج على كورس، بعض الحاجات اللي تفتح افكارك يعني ممكن تنطلق فيها باذن الله، وهكذا يا صديقي. طب بقى في بعض الحاجات التانيه بقى وتعدل ازاي وتنطلق ازاي بالتفصيل الممل، هتلاقينا ان شاء الله شارحها في الكورس بالتفصيل. طبعا في هنا كانت حاجات مثلا انا بسمع ايه، بتقرا ايه، وهكذا. في اخر حته امسح الجزء دوت يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتكلم فيها عن الكورس بتاع اليوتيوب اللي هو ده الكورس المدفوع، انما عندك الفيديو كله مجاني، الكورس كله بتاع نوشن كله مجاني ان شاء الله، ما فيهوش اي حاجه فلوس خالص. فانا فقط بس حددت الدعايه بتاعت الكورس بتاعتي، الحاجه الوحيده المدفوعه. امسحه ولكنك شفته، حابب تتفرج على الكورس يعني ربنا يكرمك بكل خير. اتمنى ليك كل التوفيق يا صديقي. السلام عليكم.